يا مساء الخير. الساعة 3 ظهرا بتوقيت لندن وضواحيها. حبيباتي شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم جمعة إن شاء الله. جبت السمش طبعا، رحت الكاسكو بسرعة على السريع يعني. كملت لي كم شغلة اليوم أوف ماكو شغل، فحاولت أكمل كم شغلة. جبت نوعين سمك، ومن كنت هناك بكاسكو والدتي خابرتها، قلت يا ماما اكو كاسكو سالمون. طبعا ما يجيبون كل مرة هاي السمكة الكبيرة يعني. فشنو قلت يا ماما تريدين اجيب لك همين وياي؟ فانا جبت واحدة الي واحدة الكم، هسه اشوفكم. جبت نوعين طبعا. ابوني يحب السلمون، انا احب هاي النوعية، فجبت هاي النوعية. هسه فد شوية اقليها قبل ما يجون اولادي من المدرسة. فشوفوا انا احب هاي النوعية، احسها هاي اطيب بالقلي. بعد ما اعرف هذه اطيب بالسلمون، مو القلي، السلمون فقط الشوي. فشنو جبت سمك إلنا وسمك البيت أهلي، وراح أسوي سمك الغداء بدون تمن طبعا، فقط سمك بدون أي شيء. وراح نقليه برا، لأن إذا نسوي جواري حتى الزفرة تترس البيت ترس. فشنو بنفس الوقت دا أحاول أجاوب، بما إنه أنا اليوم أوف، دا أحاول أجاوب الرسائل مالتكم على الانستغرام، لأن دا أسوي أفتح تقريبا ساعة إلى ساعتين مجال استشارات على مود الروتينات، حتى اسوي لكم الروتين المناسب لكم الخاص ببشرتكم انتم يعني. وهسه حاليا اريد اسوي شيء كلش حلو للي مقبلات على زواج ان شاء الله، يعني بعد شهر وهيجي اريد اسوي لهم باكج خاص، يعني باكج كامل متكامل خاص بالبشرة، خاص بالجسم، يعني عناية بشرة وجسم كاملة تكون متكاملة. اريد ادز الباكج من بريطانيا للعراق. البضاعة مالتنا ان شاء الله الاسبوع الجاي راح تطلع من بريطانيا العراق، تقريبا اسبوعين ونص 3 اسابيع تكون واصله لبغداد. جبت لكم منتجات تخبل، منتجات انا مجربتها وتخبل، مجربتها على والدتي، على اختي، على نفسي. جمال كلش حلوات، كلش مفيدات، وراح تنبهرون بيهم. بشرتكم راح تصير كلش حلوه، وكلهم منتجات بريطانية وأوروبية ومعترف بيها. فيلا تعالوا خلنا شوفوا حبيباتي، مو دائما بكاسكو يجيبون هذا السمك الكبير، أغلب الأوقات يجيبون مقطعينه، يعني هم مسوينه جاهز. فأنا ما عندي مشكلة، يعني حابة أجيب الكبيرة حتى شنو نسويها. راح أقسمها بالنص، أقسمها بالنص وأخليها بالثلاجة، ما عليها شي. ومن نريد أطلعها، ويمكن لأن هاي تقريبا كيلو و800 يعني. أعتقد راح أسويها بالنص هيج، وأسويها 4 قطع لأن كلش كبيرة، فراح أعتقد أسويها 4 قطع. وهذا النوع أنا كلش أحبه، هذا النوع أنا كلش أحبه. شوف حتى دنبي يعني شنو بعده فريش وحلو. يلا خلي بس الجفوف وباشر أبدأ أنظفهم. طبعا أعرف المكان راح يصير كله زفر، بس شنو جبت الفويل خليتنا، وراح اجيب تحته. يفضل هو واحد يسوي برا، بس شنو اسوي يعني برا؟ لا وهو وهيك احس هوسه، احس ادوخ من الهوسه هيجي. فهنا أنا عادي انظفه، راح انظفه كل زين يعني. هنا راح اسوي زفر بس راح انظفه، راح اخلي عطر وشغل شمعة وتروح الزفر. دائما من نسوي الاكل، طبعا هاي تعلمتها من والدي الله يعطيه الصحة والعافية، دائما من نريد نسوي الاكل نثوبه لوجه الله، على مود الاكل يصير طيب وهو يصير ببركة. فان شاء الله هذا ثواب لوجه الله. السمكة بسم الله، هشوف الباد، هذا الباد يمص الدم. شنو راح اسوي بالله؟ أنا ما كلش أحبها يعني أقطعها كلش، بس أقطع هالأشياء مو نسيسري يعني. هالأشياء اللي شايفة هيجي ذولا أقطع بس هذول، تمام. حتى شنو بس يجون الأولاد أقليها، ما أقليها هسه، لأن إذا أقليها هسه راح تبرد. أحبهم ياكلون السمك حار يطلع طيب كلش، فأحب الأولاد ياكلون الأكل حار. شنو بعد مدللتهم، شوفوا
شاء الله ما تكبرون ماما، شوفون روحكم شلون دليلتكم، اسوي لكم اكل طيب. زين انا ليش اسوي محتوى؟ ليش انشر؟ يعني مو بس على مود اني اشوف العالم حياتي مثل ما البعض يصورون، طبعا احنا دا نشوف حياتنا وهاي، لا. شوفوا اني انشر حتى باكر اكبر مني يكبرون ان شاء الله اولادي ويصيرون عندي احفاد، راح يشوفون ببيتهم شلون كانت تطبخ وشلون كانت توقف بالمطبخ وشلون احنا حافظنا على عاداتنا وعلى تقاليدنا واحنا ببلاد الغرب، ماكو شي اثر بينا، احنا مثل ما احنا. لان شوف الانسان ماكو مكان يغيره، هو اذا يريد يتغير هو يتغير، المكان ما يغيره ابدا. اني هاي نظريتي، بعد الناس شنو يقولون ما اعرف. بالنسبة لي اني الانسان ماكو شي غيره، لا مكان لا زمان لا بيئة. اذا هو قابل للتغيير يتغير، يعني اذا هو يريد يتغير للأسوأ راح يتغير، اذا هو يريد يتغير للأحسن راح يتغير، غير ذلك لا. فشنو هسه، خلينا نرجع للشغل مالتنا. قطعت هذين الاشياء، هاي السمكة منظفيها بكاسكو، فهذا الشي كلش حلو. فقط اقطعها هيجي على مود التتبيلة تدخل وخلاص. هذا اقصه ولا نشوف اذا ينقص. خلصنا من هذا، يبقى بس هذا عندي. هذا مقص افضل شي. خلينا نشوف المقص وينه، تجينا الحاجة بعد اكثر. هاي كلش حادة، شيله بسهولة. انتوا تعرفون ليش اصلا احنا ننظف هالاشياء؟ اني ما باحثه، اليوم اجى هذا السؤال على بالي اصلا، يعني ليش لازم نقصهم؟ يعني اذا ما قصينا شي راح يأثر على الاكل ولا ما ادري بعد. المهم، فنرجع لسؤالنا يا حبيباتي. أنا من أشارك حياتي وياكم، أنا يعني أشارك الجزء الإيجابي، الجزء الحلو، الجزء اللي ممكن يدعمكم، ممكن يخلي عندكم طموح، ممكن يخليكم قويات بالحياة. أوكي، فماكو حياة مثالية، كنا أمهات، كنا دا نشتغل من الصبح لليل، كنا عندنا أطفال، بس احنا اكو ناس يشوفوكم الجانب اللي كلش واو، واكو ناس يجوا يشوفوكم الطبيعة اللي مثلنا. يعني مثل هسه انا اليوم ماكو شغل، عندي مسؤوليات ثانية فلازم اسويها، يعني لازم اسويها، ما عندي حل ثاني. طبخ، تنظيف، غسل مواعين، فلازم نسوي هالاشياء. مرات اكو تعليقات تجيني يكتبولي، خاصة من انزل هاي الفيديوهات القصيرة واكتب انه الله رزقني حب الطبخ، يقولوا لي إيه يعني على اساس الطبخ فد موهبة او فد شي، او انتم مجبورات على هذا الشغل، اصلا انتم ما تحبونه. لا، انا بالنسبة لي ما مجبورة، انا كلش احب الطبخ، اصلا استمتع هنا. أنا اقعد اشوف اولادي قدامي وابونا هناك قدامي قاعدين قدامي يتابعون تلفزيون وانا اطبخ لهم الاكلات اللي يحبوها. زين اني اذا ما اطبخ لهم هاي الاكلات اللي يحبوها، من يجي يطبخ لهم؟ اروح ناكل برا؟ اكل برا اصلا مو طيب. اني يعني ما اكلت فد اكله برا واستمتعت بيها. احس حتى برا هوسه، يعني حتى من تاكلون اكل ما تستمتعون بيه، كلش هوسه، اصوات كلش عاليه. يعني صح واحد مرات تغيير على مود واحد بس يغير طعم الاكل، بس كلش هوسه، يعني عبالك رايح انت ما تاكل تسمع بس اصوات. احس خصوصيه ماكو هم، يعني واحد ما عنده خصوصيه من يريد يطلع برا، ما ياكل براحته، ببيته يقعد ياكل براحته، يسولف يضحك ويا اولاده، يعني هو واحد شريد من حياته. هاي الاشياء البسيطه السهله، يقعد ويا عائلته يسولف يضحك بين اولاده وزوجته واهله. هاي احلى شي بالدنيا. الانسان شنو يريد من الحياه؟ يريد عائله حلوه، رب العالمين ساتر عليها، رب العالمين موفقها، رب العالمين واقف ويا هاي العائله.
وإنه الإنسان يكون مخلي عينه بعين رب العالمين بس. وسؤال ثاني جاني كلش أنا حبيت أجاوب على هذا السؤال، كاتبات لي على الفيديو اللي نزلته قبل: ماكو شي يوقفنا عن طموحنا وأحلامنا غير إنه الرجل. أنا ما أنكر هذا الشي. بعض الرجال مع الأسف في مجتمعنا العربي ما أحسهم مرات يوقفون ويا المرأة بشكل أنصاف. يعني إذا هي تريد تدرس الدراسة ليش تمنعوها؟ الدراسة بالعكس، أنا خاصة مجال الدراسة مجال العلم مو مجالات ثانية. الدراسة هي فرصة حتى إنه أنتوا تتطورون، أطفالكم تتطور، أولادكم تعيش حياة كريمة. لأن الطفل باكر عقبه أنت مثل ما أنت تريد ابنك يصير عنده شهادة أو بنتك يصير عندها شهادة، زين هاي شلون تتعلم إذا أنت والدتها ما تعلمت، ما دخلت جامعة، ما درست، ما افتهمت؟ زين شلون راح تعلمهم؟ باكر عقبه هي ما راح تفتهم شنو المادة، شلون راح تقدر تساعدهم، أو يمرون بظرف كل صعب وهي مثل قاعدة بس بالبيت ما عندها تجارب بالحياة. يعني هسه أنا من شلون صارت عندي تجارب بالحياة؟ أنا صارت عندي تجارب بالحياة من خلال المدرسة، من خلال الكلية، من خلال الجامعة، من خلال الشغل، مع يعني أشتغل ويا شركات مختلفة. فصارت عندي تجربة بالحياة، تجربة ويا الناس، تجربة بالحياة. هاي يعني التجربة كسبتها منين؟ كسبتها لأن أنا طلعت مني الباب. يعني صح أنا بالبيت، أنا بالبيت ما قصرت، قايمة بكل واجباتي المنزلية يعني كزوجة وكأم. بس أنا من طلعت لي برا جبت هاي الخبرة دخلتها لبيتي، دخلت مثل شلون أقدر أطور أولادي، شلون أقدر أطور نفسي، شلون أطورهم من المسألة العلمية والمسألة الدراسية، أو أطورهم نفسيا. لأن شوفوا يعني مرات واحد من يقول مثلا يقول من نشوف مصايب غيرك تهون عليك مصايبك. يعني احنا من نشوف نطلع برا ونختلط بالعالم ونشوف تجاربهم بالحياة ونشوف المصايب اللي مروا بيها او فد يعني موقف مروا بيه، احنا لو من نسمع من عندهم ما راح نمر بيه. مثلا يعني مثلا بس مثال بسيط، مثلا قبل كم يوم من رحت استوقت من كاسكو، قالوا لي البنات اكو هذا نوع الدجاج اللي جبت الكيس الابيض هذا طبعا حلال، قالوا لي ترى هذا كلش ما طيب وما يستوي ومو زين. هسه انا شنو صارت عندي من هذا الموقف؟ صارت عندي خبرة انه مرة ثانية من اروح لهذا المكان ما راح اشتري هاي الحاجة. ليش؟ لان غيري جربه، انا اخذت خبرة مال غيري. هسه انا من دا احكي وياكم دا انطيكم الخبرة مالتي، دا انطيكم المواقف اللي دا امر بيها، فانتم ما راح تجربون هذا الشيء. مثل هسه انا قلت لك انا حبيت هذا السمك السي باس. ليش انا حبيته؟ لان مثل اللحم ما تعبالك جبن يستوي بسرعة واللحمة طيب. اكو ناس يفضلونه شوي، انا افضل قلي، مع انه هو القلي مو كل الصحي، الشوي صحي اكثر، بس الشوي حسه مو طيب، انا ما احبه هيجي. فمن انا فضلته يعني قلت لك هاي نوعيه زينه وحلوه، انت شو حتسوين المره الثانيه؟ راح تروحين تجربيني. ليش؟ لان انا اعطيتك خبرتي بهذا الموضوع. جو الاولاد من المدرسه هسه لازم استعجل واسوي لهم الغداء. يا هاي حبيت هاي؟ لا هاي I like that one. هذه كبيره. اقطع السلمون هسه اضمه في الثلاجه رايفه بعدين. والله كيفك. If you can't do it, do it. If you can't, you can't. اليوم طلعت الشمس نعمة. اوكي
اوكي شنو بعد طاب بس التتفيلة. خلي الريحانة انا اسوي سفرة صينية. هذا كان اشتغل راح اتبلهم اني بعدها مباشرة نقلب. راح نتبلهم بس هيك اخليهم شكل هالفتحات اللي سويتها اني بالسمكة. ادخل التتبيلة بالفتحات هذول داخل السمكة ما نخلي كمية. شنو قلت أصدقائك ايش بيهم؟ I always see a bee in front of my face. And then that scares jokes me in front of my friends. كانوا يعرفون انت تخاف من النحلة؟ Of course I know. I could scare them. من شنو هم يخافون؟ You know, thought. بما ان الجو كلش هواء عالي لازم اخليه هنا على ورد الهواء. خلي الطباخ بس يبس قد ما يبرد كذا. يبغاكم شباب ترى نار. بس الجو حلو بس الهواء عالي. قاعد اطبخ. Let's go. I'm just protect. Wait. What? Where are you going? Why? غطيتهم حتى يتقلون احسن شي على مود الهواء حتى النار يصير اقوى. هيك فد شوية 5 دقائق واشيك عليهم. كرز بعد يا حبايبي كرز بعد شوفوا بعد ما صاير احمر بس شنو ان شاء الله قريبا يصير احمر وناكل كرز من الحديقة. ونصحتوني على مود الريحان قلتوا لي زرعت كميات كبيرة مع بعض. الصراحة لأن مو كل مرة من أزرع كل مرة البذور ما تطلع يعني عندي. فهالمرة رشيتهم قلت خلي أرش كمية شوية زينة بس ما شاء الله طلعوا. أعتقد اليوم راح ناكل ريحان إن شاء الله. بس أرجع لي البيت أريد بس أرجع جوا أريد أسوي طماطة وعنبر كلش طيبة ويا السمك ويا الكباب. شنو ويا الكباب ويا السمك. يا حبايبي شوفوا اني صايرة شوية مهملة وما دا انطيهم سماد. اعتقد يحتاجون سماد. نباتات لما دا تكبر. هذا الفلفل حلو شلون صار شكله يخبل صلابات.
ما اعرف اذا هذا بعد حجمه، بس من اشتريته انه اشتريته شتلة صغيرة، المفروض يصير لونه اصفر. ما اعتقد هسه وقت قطفه. ما شاء الله. حتى هنا محصول اكو، يعني هاي كلها محصول ما شاء الله تبارك الرحمن. بس شنو، اعتقد يحتاجون تسميد، ما دا اعرف. باذنجان هنا، شوف باذنجاني صلوات كلش حلوة. شوفولي الباقلة، اني كلش حبيت جمال الباقلة، ما كنت اتصور هيك حلوة. يعني واحد بس هيك يزرعها بالبيت يباوع على جمالها، كلش حلوة. شوف الجمال، خضارها وكلش حلوة وهيجي، ما كنت اتصور هيك جمالها. حتى الذرة، شوف ذرة عبالك هيجي يعني زارعين شتلة كلش حلوة. والفراولة اريدكم تنصحوني جديات على الفراولة. كم بنوتة كتبولي اني لازم اقطع من الورق مالتهم، لان يقولون دا ياخذون. شوفوا دا تلاحظون الحمل هذا كل الطيور دا يقطعونه، ما دا نستفاد. يعني هذا شوية تمام. هاك خيوثي حبيبي، هاك ماما، هاك هاي فراولة. هاك روح اغسلها وكلها. بعدها ما مستوية، هاك مستوية. هاك حبيبي. I want to tell you something. ايه Where's خذها. my doorbell? ما اعرف. هاك هسه هاخذ That هاي. chocolate. شوكليت ضميتها انا بالجرارة، تلقاها بالجرارة يمك. لعريشة العنب قلتولي لا تقطعين الورق على مود الحمل اللي يتأثر. بس شوفوا يعني لازم اقطعه. ما شاء الله شوف الورق كلش هواي، يعني لازم اقطعه. حتى يعني المي شو اسمه يروح للمحصول. يعني شوفوا المحصول يعني بعده صغير ما دا يكبر، لان ليش كله دا يروح للورق. شوف ما شاء الله الورق مالته، فضروري لازم اقطع. يعني ما اخذ الكمية كلها لا تنشوي. هسه شوفك وانا طابة. جيت اقطع لي نعناع هسه على مود شنو نخليه ويا السمك، ناكله ويا السمك. ما شاء الله شوفوا، يعني كل ما اقطع وكل ما تمطر الدنيا يرجع يطلع ما شاء الله. شوفوا لي هاي الطماطة اللي هنا، هاي بذور ذبيتها فهي كلها طلعت. شوفوا هاي طماطة، هاي هنا هم من طماطة، هاي بذور ذبيتها هيجي وطلعوا. الكمية اللي قطعتها من الحديقة ما شاء الله شقد كمية حلوة وكبيرة. شنو وقت قطف الريحان، ما شاء الله كلش متحمسين نذوق طعمه. هسه شنو عندنا، العنبة والطماطة صارت، وهنا عندنا لهانة الطرشي، اللهانة الحمراء يعني هو طرشي بس مو كامل طرشي بس مو كل المواصفات. وهنا عندنا السمك ما شاء الله صار. احنا نحب السمك مستوي زيادة، اكو ناس يحبونه يعني هيك استواء عادي، بس احنا نحبه لا كلش مستوي، يعني قريب شوي المحترق. فراح اخلي عليه بصل. خليت شنو فويل هنا على مود يعني زفر شي. راح اخلي بصل دائما دايرة، وخلي ليمون بعد حيطلع كلش طيب. بعد بس ليمون واشوفكم. ريحان والنعناع. بسم الله. مو الكل يزرعه، يخبل ريحته عالم ثاني. بس الريحان ويا الكباب مو ويا السمك، بس ما يخالف راح ناكل ويا السمك. هسه اخر شي شنو ليمون قطعت، راح اخلي هنا ليمون. بس سويت بس يعني هي بس واحدة ليمونة كافية اصلا، لان بالتتبيلة خليت ثماق وخليت العنبة، فراح تكون حامضة فكافي هيجي على الحموضة. وخلي اشوفكم الغدا مالتنا. سهمنا وسهمكم العافية. وإذا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتتابعون القناة وتكتبون تعليق حلو مثلكم.
أنا راح أقرأ كل تعليقاتكم، إذا ما قدرت أجاوبكم كلكم فأنا راح أخلي لكم قلب، لأن رد على التعليقات ياخذ من عندي وقت كلش هواية، خاصة إنه أنا وقتي يعني ما عندي ذاك الوقت اللي كلش فارغ يعني، فأحاول أجاوبكم. أنا كلش أستمتع من أقرأ تعليقاتكم. وهنا عندنا مخلل الطرشي والخضار الريحان والنعناع والطماطة والعنبة، وهنا عندنا السمك مالتنا ما شاء الله صار كلش يخبل، شوي استوى زيادة نسيناها، بس شنو ما صار لكم الطعم والريحة جمال. يلا سهمنا وسهمكم العافية حبايبي.